برحب بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من ثقافة وإبداع. الشهر اللي فات كنا استضفنا الأستاذ أحمد الشهاوي للحديث عن أولى رواياته حجاب الساحر، والحديث معه يطول ولا ينتهي الحقيقة. وقت الحلقة ما كفاش وعايزين نتكلم أكتر عن هذه الرواية حجاب الساحر، خصوصا أنها مرشحة لجائزة الشيخ زايد ومحطوطة في القائمة القصيرة لهذه الجائزة. مبروك يا أستاذ أحمد مرة أخرى على هذه الرواية اللي عملت صدى كبير الحقيقة في الأوساط الثقافية المصرية والعربية، ويمكن أكتر من 20 ناقد كتبوا لغاية دلوقتي عن هذه الرواية. ترشيحها لجائزة الشيخ زايد بقى جه إزاي؟ أولا الله يبارك فيك وشكرا جزيلا على الاستضافة. أولا هذه هي المرة الرابعة التي أكون في قائمة جائزة زايد للكتاب. المرات الثلاث السابقة كانت في الشعر، ولم أنل الجائزة لأنه الجائزة هذه المرة في الرواية، يعني القائمة وصلت عن الرواية حجاب الساحر، وكان من بين 688 كاتبا وشاعرا من مختلف البلدان العربية. وأظن أن ال 12 كاتبا وشاعرا الذين وصلوا إلى هذه القائمة هم بطبيعة الحال أعتبر أن الوصول إلى القائمة الطويلة هو جائزة في حد ذاته، لأنه 12 كاتبا وشاعرا من بين 688 كاتبا وشاعرا من مختلف البلدان العربية، وهو عدد كبير. فإذا الفرز كان يعني والتصفية والمنافسة كانت شديدة، وكان يعني في النهاية طبيعة يعني كون أن سين يفوز أو صاد لا يفوز هذا لا يعني أنه فشل أو أنه هو إعلان الجائزة إمتى المفترض يا أستاذ أحمد؟ الجائزة بتعلن في مع معرض الكتاب في أبو ظبي، معرض أبو ظبي في شهر إبريل من كل عام. وهي مناسبة يعني ينتظرها. أولا هذه الجائزة جعلت هناك منافسة بين دور النشر ومنافسة بين الكتاب، خصوصا في الرواية، لأن لم يفز بها إلا شاعر واحد في كل الدورات، وهو صديقي وأخي الشاعر التونسي الدكتور منصف الوهيبي. لكن أغلب الذين فازوا بها هم من كتاب الرواية. فلذلك تجدين صراعا شديدا ما بين الكتاب ومدارسهم المختلفة وما بين البلدان أيضا، لأنه يعني فاز بها أكثر من كاتب وأكثر من شاعر. يعني مثلا من المفاجأة المذهلة أن الشاعر عباس بيضون، وهو شاعر كبير يعني، فاز بالجائزة، هذه الجائزة عن رواية له. يعني هو ليس روائيا بالأساس، ولكنه كتب رواية وفاز بها. وأيضا بعد هذه الجائزة بدأ يكتب، أصدر أكثر من عمل روائي. فإذا أتصور أن الجائزة تجعل الكتاب يعني ينتشر، تجعل الناس يعني تلفت الانتباه إلى الكاتب الذي كتب هذا العمل، وأيضا تجعل الكتاب يعني يحاولون إن أخفقوا في مرة أن يوصلوا التجربة ويشاركوا، خصوصا أن دور النشر هي التي تشتغل كاتب أن يتقدم، ولكن دار النشر التي أتعامل معها هي التي قدمت لي الأعمال، هذا العمل والعمل السابق. ولو طبعا رواية مصرية خدت جايزة ده بيبقى تكريم يعني، وجايزة لمصر. لا، هذه المرة هناك 4 كتاب من مصر. طب ممتاز. يعني في إبراهيم عيسى، وفي الروائية المصرية ريم بسيوني، وفي الكاتب السيناريو صديقي واخي بتاع عبد الرحيم كمال. فاذا واحمد الشهاوي. فانت امام 4 اسماء من اجيال مختلفه، او اجيال يعني قولي انه يعني الثلاثه، يعني ابراهيم عيسى بيني وبينه 5 سنوات، وعبد الرحيم كمال ربما اصغر، وريم اصغر. فاذا نحن امام تنوع في الرؤيه وتنوع في الكتابة. وأتمنى بس حضرتك والأستاذ إبراهيم عيسى وعبد الرحيم كمال بينكما مشتركات.
الفكر الصوفي، نعم. الأجواء نعم. الساحرة نعم. وإلى آخره. يعني يعني مكافحة برضو التطرف والإرهاب وإلى آخره. إبراهيم عيسى بشكل أساسي طبعا، وعبد الرحيم كمال أيضا. لصالح الإيمان الصوفي ريم والإسلام أستاذة المصري. الدكتورة ريم بسيوني هي أستاذ أدب إنجليزي ومتخصصة في الأدب الإنجليزي، ولكنها في السنوات الأخيرة مالت نحو التاريخ المصري يعني لا مش الحديث، تاريخ الفاطميين وتاريخ المماليك وهكذا. إذا في نفس المنطقة أيضا، يعني المنطقة الصوفية أيضا. لا يعني منطقة تاريخية أكثر تاريخية منها تاريخ. التصوف. طيب حضرتك استشهدت بآيات قرآنية في روايتك حجاب الساحر. ليه؟ شوفي، اولا انا ابن القران، بمعنى انا ابن القريه والكتاب لا والقرآن. وابن ابي الذي هو رجل ازهري، فثقافتي الدينيه موجوده في كل كتبي. وايضا لان السحر يلعب دورا مهما داخل النص، وكان لابد من استخدام النص الديني القرآن الكريم يعني والايات في استخدام عدد كبير من الايات يعني في النص. وبطبيعتي وانا اشتغل يعني أنا أحب يعني تعلمت لا أتعامل مع القرآن على أنه نص ديني فقط، ولكنه نص أعلى من ذلك في التعامل مع اللغة، في التعامل مع الرؤية، في التعامل مع أعتبره طبعا والقصص. هذا النص الديني أو القرآن الكريم، هذا الكتاب الكبير يعني الأساسي لنا جميعا وليس فقط للمسلمين، هو الكتاب للعالم، يجعلني طوال الوقت في حالة انفتاح روحي، وفي حالة إشراق، في حالة وعي بما أقدم. وأتصور أنني عندما استخدمت النص الديني في داخل الرواية يعني لم يكن يعني فيه تعسف أو تكلف أو أن أنا ألصق النص لصقا، بالعكس كان يأتي كأنك تشربين الماء. صحيح. أنا لا أمتدح نفسي على كل حال، ولكن هذه هي الحقيقة يعني. ورغم ده يا أستاذ أحمد، الإخوان حاولوا إن هم يسجنوك مرتين، يعني مرتين حاولت جماعة الإخوان المسلمين أن تتعقب وتترصد الأستاذ أحمد الشهاوي ويسجنوه بقضية ازدراء أديان، وهو مؤمن ويستشهد بآيات قرآنية في روايته. يعني دي المفارقة الحقيقة. الإنسان بشكل عام عدو ما يجهل. صحيح. وهم يعني لا يقرؤون ولا يتابعون ولا يهتمون ويأخذون الأمور من على السطح، والذي يتعامل مع السطح دائما ما يسقط. قيل أن أحمد الشهاوي متأثرا بباولو كويلو في رواية ساحر الصحراء في نصه حجاب الساحر. أنت اللي يعني الذي قال هذا الكلام هو الأستاذة بسنت حسن. ده صحيح فقط. لكن أنا يعني أنا من مدرسة أخرى غير باولو كويلو، لكن ليك ارتبطت بأمريكا اللاتينية بشكل كبير. وأيضا باولو كويلو يعتبروه أنه كاتبا روحيا ومش هقول صوفيا، لكن عنده برضه هذه المساحة من الروحانيات. هو هذا الأمر أولا، وخصوصا في نص ساحر الصحراء. أولا هو تلميذ نجيب لبورخس، مع الفارق طبعا. بورخس كاتب عظيم وهو أقل شأنا حقيقة. وأنا كان لي حظ أن أكون في سان خوسيه كوستاريكا في مهرجان الشعر، أحد مهرجانات، أنا رحت 7 مرات يعني في هذا المهرجان. ولكن كان معي ليبو إيفو، وهو واحد من أهم شعراء البرازيل وشاعرها الأكبر يعني، توفي قبل 3 أعوام. وسألته سؤالا مباشرا، كان هناك علاقة مودة، يعني تكونت علاقة مودة بيني وبينه. هو رجل يدخل عامه 90 مثلا، وكان في مودة بيننا. فسألته عن باولو كويلو، فهو لا يرى كاتبا بالمناسبة، يعني يرى أن هناك كتابا مهمين وأساسيين في أمريكا في البرازيل لم ينالوا الحظ والحظوة التي نالها باولو كويلو. والشهرة أيضا، هو يعني كاتب بشهرة لاعب كرة قدم مثلا. نعم، ولكن لاحظي باولو كويلو قبل أن يذهب إلى الرواية كان نجما وكان شهيرا جدا، لأنه باولو كويلو أساسا هو كاتب أغاني، كتب أغنيات لأشهر مطربي ومطربات أمريكا اللاتينية. الأمر الآخر، أنا منذ يعني لدي الآن 4 أعمال أهديتها لأحمد ابني. أحمد يعيش في أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية،
لكن لم أكن أهدي له، لم أكن أضع اسمه فيما كتبت، ولكن منذ الأعمال يعني منذ 4 سنوات أو 5 سنوات وأنا أهدي له. الأمر الآخر هذا أمر عادي، النوال وأحمد ابني. بس أنا عايزة أتوقف عند إهداء أحمد، بس اتفضل حضرتك كمان. لكن اللعبة التي قمت بها وهو أن أوحي لك وللقارئ أن هناك امرأة أحبها وحقيقية تسمى شمس حمدي، أهديتها هذا العمل اللي هي بطلة الرواية. بطلة الرواية. عادة لم، على الأقل بالنسبة لي، لا أعرف أحدا قبلي أهدى روايته أو لبطلة الرواية، لأنها أنت تهدي لشخص موجود، شخص أنت ممتن له. لكن أنا حقيقة عشت مع شمس حمدي سنوات الكتابة كأنها معي ليل نهار. هذا أمر مهم جدا. ربما هذه المتعة لا تكون موجودة في الشعر. متعة الشعر عندما تنتهينا من النص، هذه متعة عظيمة. لكن متعة كتابة أن يكون الأبطال يتحركون أمامك، خصوصا إذا كانت امرأة جميلة بجمال شمس حمدي، فهي معي طوال الوقت. طب بالفعل شمس حمدي هي كل النساء؟ شمس حمدي هي كل يعني هي شمس حمدي موجودة في تمشي في الشارع، وموجودة في الجامعة، وموجودة في المستشفى، وموجودة في كل مكان. هي شمس حمدي هي رمز طبعا لا شك، ولكنها نموذج موجود في الحياة. وأتصور أنها يعني هي طبعا بحكم تكوينها الفكري والثقافي، وأنها درست العلوم السياسية، وأنها اشتغلت بالسياسة، وأنها تعرف اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، وأيضا سافرت وعايشت مشكلات ورغم كثيرة. ذلك هي أم ل3 فتيات، جعلتها طبعاً. أم لفتيات أيضا، وجعلتها امرأة 50. إذا أنت تنحاز للمرأة أيا كان عمرها، لأن بيبقى في تنمر على المرأة عندما بالمناسبة يتجاوز عمرها 30 أو 40. لا بالعكس، المرأة بعد 30 هي أكثر نضجا وجمالا وحكمة ورؤية لنفسها وللعالم، وعطاء أيضا في الحب. طيب إهدائك لأحمد ابنك له علاقة بإهداء صلاح جاهين لابنه، لكن بالعكس. يعني صلاح جاهين وصى ابنه انه اوعى تزور قبري، لما اجي في بالك اشتري عقد فل لاي سمره، وقبري اوعاك تزور، وحلفه بالقمر والزهور. استاذ احمد الشهاوي بعد الشر عليه وربنا يديله الصحه وطولة العمر، طلب من احمد ربنا يديه الصحه ايضا ان هو يضع بنفسجه على قبره عندما تشرق الشمس، علشان الشمس تفضل ملازمه احمد. طيب ليه الاهداء الحزين ده يا استاذ احمد؟ يعني اولا انا اعيش وحدي، ثانيا هو ايضا وحيد، ليس له اخوه يعني، هو ابن الحياه. طبعا. ونحن نحمل اسما واحدا، هو احمد وانا احمد. و يعني انا اصيب بكتبي اساسا، يعني المشكله انه لا يتقن العربيه، لا يعرف اللغه العربيه، لكنني وهو درسها في الجامعه بالمناسبه، يعني يتحدث اللهجة المصرية بشكل جيد، ولكن العربية الفصحى يعني ثقيلة عنده، ويتعلمها أو درسها طبعا في الجامعة، في جامعة أريزونا. وأنا لدي كتب كثيرة لم تنشر، والموت يحدق يعني يأتي في أي وقت طبعا للجميع. وهناك الجهاز الكمبيوتر دائما، على الأقل أنا جهازي يحمل 6 أو 7 كتب لم تنشر حتى يومنا هذا. طب ما ننشر يعني بكثرة. أحاول ذلك يعني. طيب ذلك. هل أحمد الشهاوي دائما ما ينصف النساء وينتصر لهن؟ لهذا فعل نفس الشيء مع شمس حمدي؟ شوفي، أنا لا أكتب إلا عما أرى وأعرف ولدي به خبرة. فأنا مثلا لا يمكن أن أغلط نفسي أو أن أسير في اتجاه ليس اتجاهي، أو أكون يعني مضاد لذاتي ولتكويني ولفكري، بمعنى أنني كتبت عن قناعاتي وعن رؤاي وعن انحيازي، وعن يعني بمعنى أنه ما هو موجود في هذا النص حجاب الساحر، من يقرأ كتب السابقة
كن عاشقا أو 600 طريق إلى العشق أو الوصايا في عشق النساء، كتب النثر يعني، أو حتى كتابي في التصوف سلاطين الوجد دولة الحب الصوفي، سيجد أن أحمد لم يبتعد من حيث الرؤية، من حيث الفكر. يعني هذا هو السياق. وأنا شخصيا مقتنع بهذه المقولة التي هي مقولتي، يعني أنه الإنسان يكتب كتابا واحدا. الإنسان يكتب كتابا واحدا، يعني أنا لدي 20 كتابا لكن أراها كتابا واحدا. لا صحيح. بمعنى أنه سواء كان نثرا أو شعرا، لأنه كله يقدم كأنها لوحة فسيفسائية وهي قطع. عندما تكتمل القطع نحن أمام لوحة واحدة. اللوحة الواحدة لابد فيها من التنوع والتعدد والاختلاف والتغيير والتجديد والحداثة، بمعنى أنه لأن عدو الكاتب أو عدو المبدع التكرار، وأصعب تكرار هو أن يكرر المرء نفسه، أو أصعب تقليد هو أن يقلد الكاتب نفسه. إذا قلد نفسه فمعنى ذلك أنه أعلن إفلاسه، وأعلن أنه يعني مثلا يحيى حقي من الكتاب المهمين الذي عندما رأى أنه لن يضيف جديدا انسحب من الحياة الأدبية، وهو من هو. فهناك كتاب يرون أنه لابد من الكتابة حتى لو لم يضف سطرا واحدا، حتى لو أنه يعيد ويكرر ما يكتب. وطبعا صعب على الإنسان أن ينسحب، من الصعب على الإنسان أن يعتزل، سواء كان لاعبا في كرة القدم. يعني نحن نجد اللاعب يلعب وهو في سن 40 أو في سن وهو يقترب من 40، لكنه هو لا يعطي، لكنه ما زال مصرا أنه قادر على العطاء. فإذا الجدة والإضافة مهمة جدا، والإسهام مهم لدى الكاتب. طيب عمر الحديدي في الرواية وهو حبيب شمس حمدي حذرها من الماسونية العالمية، فقال البعض إن أحمد الشهاوي خائف على مصر من الماسونية العالمية، وإنه شمس حمدي هي معادل موضوعي للوطن. شوفي، مصر منذ الأزل وهي يعني مطمع للدول المجاورة، للأعداء يعني. صحيح. والأعداء يخلق، يعني هي لا تعادي أحدا، لا تعادي أحدا. وهي بالمناسبة في التاريخ ليست دولة معتدية، ليست دولة معتدية أو غازية. صحيح. مشاهدينا فاصل ونعود. ورجعنا لكم مرة أخرى مشاهدينا، والحوار مع الشاعر والروائي الكبير الأستاذ أحمد الشهاوي عن روايته الجديدة والرواية الأولى المرشحة لجائزة الشيخ زايد، رواية حجاب الساحر. أستاذ أحمد، البعض يعتقد أن الرواية دي برضو فيها من أجواء ألف ليلة وليلة، وكأنها الليلة رقم 1002 مثلا في ألف ليلة وليلة. طبعا نحن أبناء ثقافة تحتفي بالغريب والعجيب والسحري والسوريالي، يعني دعينا نقول العجيب والغريب. فليس فقط لأنه نحن للأسف لابد أن نصحح خطأ أنه أمريكا اللاتينية هي صاحبة الواقعية السحرية. هذا غير صحيح. أولا، كتاب أمريكا اللاتينية الذين صدروا لنا الواقعية السحرية هم مستفيدون بدرجة أساسية من ألف ليلة وليلة، وقد اعترف ماركيز بذلك. وأيضا هناك كتاب مهم وهو كرامات الأولياء لإسماعيل النبهاني، كتاب من جزئين، للأسف ليس منتشرا ولكنه مترجم إلى أغلب لغات الدنيا، وقد قرأه كتاب أمريكا اللاتينية وعلى رأسهم ماركيز. هذا الكتاب اللي هو كتاب كرامات الأولياء، يعني وأنا في كتابي سلاطين الوجد دولة الحب الصوفي خصصت فصلا عن ذنون المصري وسردت حكاياته فيما هو غريب وعجيب. وأظن أنا أدعو أي كاتب أو أي شاعر أن يقرأ هذا الفصل من كتاب سلاطين الوجد، لأن فيه ما فيه من المدهش والعجائبي والسحري.
فهذه هي ثقافتنا. فثقافة ألف ليلة وليلة وثقافة جامع كرامات الأولياء للنبهاني، وليس فقط هذان الكتابان أو هاتان الموسوعتان، ولكن هناك كتب كثيرة، خصوصا الأدب الجغرافي. أنا أسميه الأدب الجغرافي، وهو أدب الرحلة التي واعتبروا كثيرين ان روايتك دي من روايات يعني روايه رحله في الادب الجغرافي او ادب الرحله الذي تركه لنا ابن بطوطه وغيره. هي روايات، يعني روايات للاسف مترجمه، يعني مقروءه عالميا اكثر منها مقروءه عربيا. هذه الكتب صحيح ان ابن بطوطه موجود وبشكل كبير، ولكن كتب الجغرافيين العرب ارتياد الافاق الذين ارتادوا الافاق في الدنيا هذه غير موجوده. صارت من الكتب النادره، يعني تطبع مثلا في دار المعارف او في هيئه الكتاب، الهيئه المصريه العامه للكتاب، ولا يلتفت اليها احد. هذه الكتب هي مراجع اساسيه للكتاب وللشعراء. علي بصراحه ان اكون ابن اهلي، ابن أبي وأمي وقريتي ومكاني وثقافتي وديني والرحلات التي قمت بها. لابد أن أكون نفسي عندما أكتب. لماذا أستعير الآخر؟ صحيح. وأنا الذي قدمت للآخر ثقافتي. صحيح. طيب آخر سؤال يا أستاذ أحمد، طبعا عايزين نسألك إيه جديدك؟ هل هيبقى فيه روايات أخرى ولا اللي جاي ديوان شعر؟ زائد بسبب اختلافك الجذري مع الأصوليين والمتشددين والمكفرين اللي كفروه جماعة الإخوان المسلمين، أظهرت شخصية رجل الدين في روايتك بشكل خاص جدا. ورجل الدين كان اسمه حتى محمد الديب، يعني وللأسماء دي في روايتك دلالاتها. كان رجل دين منافق، كان يمارس السحر الأسود. نعم. في أكثر من رجل دين في النص، يعني في محمد عبيد وفي محمد الديب. وبالمناسبة يعني هذه أسماء طبعا أنا وضعتها، لكن هي أسماء لأشخاص حقيقيين في الحياة، يعني موجودين، يعني رحلوا ويمتازوا بهذه الصفات طبعا أيضا. طبعا. يعني لدي كتاب سيصدر يعني في 23. طبعا أنا في 23 سأصدر رواية جديدة فعلا، لأن هي حجاب الساحر هي الفاتحة لم ينغلق بابها. صحيح. يعني هي رواية مفتوحة الختام، لا ختام لها. فالرواية الجديدة هي ليست استكمالا، ولكنها شمس حمد تواصل كتابة سيرتها أو اعترافاتها، لأنه لديها الكثير، خصوصا في رحلة إلى الذات، إلى الروح. ولدي يعني كتاب دي هتبقى حاجه زي اصداء السيره الذاتيه كده مثلا يا استاذ احمد؟ لا، الاصداء السيره الذاتيه لشمس حمدي، ليس لي. انا لدي الشجاعه عندما اكتب سيرتي ان اكتب انها سيره احمد الشهاوي. صحيح. يعني لا اللي يعرف ابويا يروح يقول له، يعني بمعنى انه انا واضح مع ذاتي، وهذا الوضوح مهم في الكتاب. لكن في كتاب هو عدماء الدين الله. وليس علماء الدين. الله. وهذا كتاب يقع في ده غير كتابك طبعا العظيم نواب الله. هذا الكتاب يقع في 400 صفحة أو ربما أكثر، وأظن أنه هو الكتاب يعني سأختم به كتبي عن في فلسفة الدين. فلسفة الدين. لكن يعني باتفاق مع دور النشر السنوات الخمس القادمة هي للرواية وللشعر طبعا، لأنه لدي شعر لابد أن ينشر يعني. بالتأكيد. الشاعر الكبير أستاذنا الأستاذ أحمد الشهاوي، أنا بشكرك شكرا جزيلا، والروائي الكبير أيضا أحمد الشهاوي، لأن المبدع مبدعا كبيرا يكتب الشعر ويكتب النثر والسرد والقصص وكل حاجة الحقيقة. أنا بشكر أستاذنا الشاعر والروائي الكبير الأستاذ أحمد الشهاوي على وجوده معنا في هذه الحلقة، ويمكن على مدار شهرين وسنتين، يعني كنا في ديسمبر وفي يناير تحدثنا عن رواية حجاب الساحر اللي نتمنى ليها يا رب يعني على العيد كده هتكون أعلنت، أو بعد العيد هتكون أعلنت جائزة الشيخ زايد، وفي 4 مصريين متقدمين لها. بالتوفيق يا رب لكل الكتاب في كل العالم، والكتابنا المصريين بالأخص. أنا بشكر الأستاذ أحمد مرة أخرى شكرا جزيلا، وبشكركم مشاهدينا، وخليكم معنا دايما على شاشة المصرية في ثقافة وإبداع.